السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي ابطال المرحلة الاعدادية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم استاذ عبد الله عواد ودرسنا النهارده لاخواتنا وحبايبنا كتاكتنا تانية اعدادي. فباذن الله درسنا خلاص احنا بنقرب على المنهج اهو، خلاص بنقرب ان احنا نشطب ونخلص على المنهج. كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي. درسنا النهارده هيتكلم عن شخصية مهمة جدا جدا جدا، لولاها لا كنت هتشوفني دلوقتي ولا كنت هتشوف موبايلات ولا كمبيوترات ولا لا 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 مستر. حيلك ما تحرقليش الدرس، خلينا نفهم الدرس واحدة واحدة وخلينا نفهم مين الراجل اللي لولاه ما كانتش يا سيدي الشاشة دي كانت موجودة، ولا الكاميرا اللي انا بصور بيها موجودة، ولا اي حاجة كانت هتبقى موجودة. لا يا مستر مين يعني؟ كريستيانو في عزه ولا ميسي في عزه؟ مين ده؟ هقول لك والله العظيم هتفهم دلوقتي وهتعرف اهميته. درسنا بعنوان قال لك درسنا عندما يصبح العلم رسالة. مين بقى الشخصية الكبارة اللي احنا هندرسها النهاردة؟ قال لك والله يا عم الحاج بيسمى الخوارزمي. بيسمى ايه؟ الخوارزمي. واظن الاسم ده عدى عليك قبل كده، ولو ما عداش فانا باذن الله هعرفك هو مين الخوارزمي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتعملوا شير لاصحابك علشان الكل يستفيد بإذن الله وكله يعرف الدرس وكله يستفاد. ويلا بينا يا عم الحاج نبتدي ونشوف الكلام بيتقال ايه في الدرس ده. أنجبت الحضارة الإسلامية شخصيات عظيمة. أنجبت الحضارة الإسلامية شخصيات عظيمة، ومن بينها عالم نساج بعقلية وقاد. يعني إيه الكلام ده يا مستر؟ قال لك والله عالم نساج بعقلية وقاد يعني حاد الذكاء. بيقصد بيها حد الإيه؟ حد الذكاء. أعظم النظريات الرياضية وأسس علم الجبر. اقفش، هو ده يا مستر؟ هو ده اللي أسس علم الجبر الخوارزمي؟ أنا نفسي أشوفه كده. ده أنا هديله حتة علقة سخنة. ده أنا كل سنة بسببه بنقص في الدرجات بسبب الجبر. أقول لك حيلك وأكيد مش عامل علم الجبر علشان سيادتك تنقص فيه في الدرجات. لا، ده علم الجبر مهم وله أهمية أكبر من درجاتك اللي انت بتنقصها. بالله عليك ركز معايا، هو ده اللي عمل علم الجبر ومش هتقدر تلمسه لان هو في حمايتي النهارده. قال لك والله اسس علم الجبر وكان له في علوم الفلك والحساب وله اثر لا يزول. قال له علم الفلك والحساب. ايه يا مستر؟ ده كان دحيح بقى. ده انت لسه شفت حاجه؟ ده الراجل ده كان بسم الله ما شاء الله عليه فزه كده، ولا كان موجود في عصر ولا في زمان. قال لك والله كان له في علوم الفلك والحساب وله اثر لا يزول، له علامه عمرها ما تنتهي. انه الخوارزمي. الله، العالم بتاعنا النهارده اللي عمل علم الجبر، الرجل الذي علم العالم كيف يفكر بالارقام. الله، مش الارقام دي بتساوي الجبر، والجبر يعني ارقام. يا مستر عارف ان هو هنا خلى العالم كلها تفكر بالارقام وخلاني انقص في الامتحانات. قلت لك حط امتحاناتك دي بقى على جنب وخليك معايا. قال لك والله خلى العالم كله يفكر بالارقام وكيف تتحول الفكره الى علم، ومن العلم الى نهضه، ومن نهضه الى تاريخ. ايه يا مستر كل ده عمله بالجبر؟ بالسين زائد صاد يساوي 2 ومش عارف ايه. ده عمل وعمل. ركز معايا. قال لك والله ولد الخوارزمي في بيت احب العلم. في بيت احب ايه؟ احب العلم. قال لك والله ان هو الخوارزمي اهو ولد الخوارزمي في بيت احب العلم وتعلق بالمعرفة، وانتقلت عائلته إلى بغداد. انطلق فين؟ انتقلت عائلته وراحوا يسكنوا فين؟ في بغداد. وهناك أنجز الخوارزمي معظم أبحاثه في دار الحكمة. هنا في بغداد. قال لك والله أنا عملت أبحاث كتير جدا في دار بيسمى دار الحكمة. بدأ بقى قصة كفاحه وبدأ قصة علمه تظهر يا عم الحاج. بدأ يكون بسم الله ما شاء الله كده عالم ولا أحمد زويل في زمانه.
بدأ يعمل أبحاثه، وقد عينه الخليفة المأمون رأس خازنة كتبه. رأس خازنة إيه؟ كتبه. هنا عينه زي أمين مخازن الإيه؟ الكتب بتاعت مين؟ بتاعت الخليفة مأمون. عينه يا عم الحاج إن هو يكون أمين مخازن الكتب بتاعت رئيس او الخليفه بتاعه الدول كلها. ومش بس كده، ده قال لك وعهد عليه هنا يعني ايه يا مستر؟ قال لك والله وعهد عليه هنا يعني كلفه بايه يا مستر؟ بجمع الكتب واليونانيه، جمع الكتب اليونانيه وترجمتها، كما درس الخوارزمي الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ. ايه يا مستر في ايه؟ درس ده كله؟ امال ده انا لسه انا ما حكيتش حاجه. هنا قال لك ان الخليفه امره ان هو يجمع كل الكتب اليونانيه، اليونانيه، زائد كمان ان هو كان عنده علم بالتاريخ والجغرافيا والرياضه والفلك وي. يا مستر ده كان دحيح بقى على كده، كان دحيح. انت لسه شفت حاجه؟ ده لسه الخوارزمي بيشم نفسه، خليك معايا. قال لك والله كما درس الخوارزمي الرياضيات والجغرافيا والفلك والتاريخ، إضافة إلى إحاطته يلا قلنا صغيرة. قال لك إحاطته يعني إلمامه، كان عنده إلمام وكان عنده عرف هنا يعني معرفة، وعنده معلومات بالمعارف اليونانية والهندية. إيه يا مستر فيه؟ فيه؟ هو هيكوش على كل حاجة؟ هو الراجل ده عارف كل حاجة؟ يا عم هو ده بقى عارف، اللي عارف كل حاجة هو الخوارزمي. كان حرفيا علامة فذة، ذكي جدا وحد الذكاء. كان عنده علم بالرياضة والجغرافيا والفلك والتاريخ واليونان والهندية، وكان بسم الله ما شاء الله كان مبدع. أبدع الخوارزمي في مجالات متعددة. قال لك والله عم الخوارزمي أبدع في مجالات متعددة، والمجالات دي احنا لسه قايلينها: الرياضة وزي الفلك وزي التاريخ وزي ماشي. الراجل بسم الله ما شاء الله عليه أبدع في العديد من المجالات المتنوعة والمتعددة، ولكن خلد. يعني ايه هنا خلد؟ يعني بقى. لكن هنا ايه؟ بقى اسمه في التاريخ بسبب كتاب كتبه، وكان كتاب اتشهر جدا بسبب اسمه في التاريخ، بسبب كتابه الشهير الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة. ده يا عم الحاج الكتاب بقى اللي طلعه ترند، اللي طلعه فوق في السماء. هو ايه؟ قال لك والله الكتاب المختصر في الحساب الجبر والمقابلة. ده الكتاب يا عم الحاج اللي خلى للخوارزمي صيت وشهرة كبيرة، لان ساعتها يا عم الحاج كان الخوارزمي حط اول سلمة وحط اول طوبة في تأسيس علم النحو. علم النحو ايه يا مصر؟ علم الجبر. علم الجبر في كتاب واتشهر جدا، الذي يعد اول مؤلف شامل في علم الايه؟ في علم الجبر، وفي وضع قواعد لحل المعادلات الخطية والتربيعية، واستخرج طرقا جديدة لحساب المساحات والأطوال. هنا بدأ يا عم الحاج الخوارزمي يعمل معادلات، يعمل عمليات حسابية، ويعمل مش عارف ايه، علشان في الاخر يطلع حسابات ومساحات واطوال والكلام ده كله. هو ده بقى مستر بقى اهمية الجبر، هو ده اللي عامل دوشة عليها، هو ده اللي بيخلينا ننقص في الامتحان، وبخش في الامتحان اشد في شعري عشان مش عارف احل جبر. اقول لك اتقل وهتعرف كل حاجة، اتقل والله وهتعرف كل حاجة. ده انت مستعجل. تعالى يا عم الحاج اما نشوف ايه هي اهمية الخوارزمي واهميه الكتاب اللي هو كتبه ده. ولقد اشتق من اسمه مصطلح الخوارزميه. يعني ايه يا مستر يعني مصطلح الخوارزميه ده؟ قال لك والله يا عم الحاج مصطلح الخوارزميه ده اللي مقصود بيه والمراد بيه الانترنت. قال له يا مستر هو الانترنت ليه علاقه بالخوارزميات وعلم الجبر والكلام ده كله؟ قال لك والله النت والكمبيوتر والموبايلات
والكاميرا والكلام ده كله بتكون عباره عن اوامر. بتكون عباره عن ايه؟ عن اوامر. الاوامر دي بتشتغل ازاي؟ بعلم الجبر. اللي هو مين عملها علم الجبر؟ قال لك اللي عملها الخوارزمي. يقعد يقول لك دي خوارزميات النت، دي خوارزميات الفيسبوك، خوارزميات الكمبيوتر، خوارزميات مش عارف ايه. فقال لك والله ان كل الالات دي وكل المواقع اللي احنا بنتصفح عليها بتكون عباره عن شويه خوارزميات، شويه معادلات عماله بتتعمل علشان الشاشه دي تفضل قدامك، علشان الشاشه دي تفضل شغاله وتفضل وانت طالع نازل. دي كلها خوارزميات وكل دي معادلات علشان تفضل الشاشه مستمره وتفضل انت دايما في تصفح. دي بتسمى ايه؟ دي كده بتسمى الخوارزميه. ومين اللي عملها يا عم الحاج؟ عملها عالمنا العربي طبعا الخوارزمي. العرب عندهم اقسم بالله علماء ما جابتهمش اي دولة تانية وما جابتهمش اي قارة تانية، ولا علماء اوروبا ولا علماء امريكا ولا علماء اي حد. حرفيا احنا عندنا ابطال حقيقيين. عندنا خوارزمي، ابن سينا، ابن بطوط، عندنا ناس حرفيا كانوا في مجالهم بسم الله ما شاء الله. احنا العرب عملنا اول خريطه، احنا العرب اللي عملنا الخوارزميه وحطينا اول خطوه كده، اول سلمه في حته الانترنت. احنا العرب اللي فعلا بدانا نكتشف الكواكب وبدانا نكتشف الفلك وبدانا نكتشف يعني ايه شمس ويعني ايه قمر وان الارض كرويه وان الكلام ده كله احنا اللي بدانا نكتشفه. احنا فعلا عندنا سوبر هيرو بحق وحقيقي، مش اللي بيظهروا في التلفزيون، مش اللي بيصدروها لك على اساس ان هي ابطال خارقه. يقول لك باتمان ويقول لك سبايدر مان وسوبر مان. دول مش ابطال خارقه. ابطال الخارقه اللي احنا بنتكلم عليهم هم دول فعلا، هم دول فعلا اللي فادوا الدنيا كلها. مش هقول لك فادوني وفادوك وفادوا العرب، الدنيا كلها، الكوكب كله فادوه. هم دول الابطال الحقيقيين، هم دول الابطال الخارقين الحقيقيين. كانوا منين؟ كانوا من عندنا احنا، كانوا من عندنا احنا كعرب. انما سبايدر مان وسوبر مان اللي بيصدروها لينا ان هم ابطال خارقه، ولا ابطال خارقه ولا حاجه. احنا عندنا فعلا الابطال الخارقه اللي بحق وحقيقي، اللي هم مين؟ علماء العرب. وكان من ضمنهم يا عم الحاج الخوارزمي، وهو الذي اسس، وهو الاساس الذي بنيت عليه علوم الحاسوب، الذي بنيت عليه علوم الايه؟ الحاسوب. زي ما كنت بقول لك من شويه علم الكمبيوتر. الكمبيوتر هو بيكون عباره عن شويه اوامر. نكمل كلامنا. قال لك والله هو الاساس الذي بنيت عليه علوم الحاسوب. وقال لك والله وهناك علاقه وثيقه. علاقه، كلمه وثيقه يعني قويه. علاقه وثيقه يعني ايه؟ وثيقه يعني قوية. قال لك والله في علاقة وثيقة بين الخوارزمي وبين الذكاء الاصطناعي. لا 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 لا، الذكاء الاصطناعي الاي اي اللي احنا لسه مكتشفينه وبدأنا نطور فيه ونعمل فيه. هقول لك يا عم الحاج الشات جي بي تي اللي انت عرفنا بيه. الشات جي بي تي يا عم الحاج والذكاء الاصطناعي والصور اللي احنا عمالين نولدها والفيديوهات وي عبارة عن معادلات بتحصل داخل الكمبيوتر، معادلات جبرية اللي عاملها الخوارزمي. بتتعمل معادلات كتيرة علشان يولد لك صورة او علشان يولد لك اجابة. بلاش البرمجة اللي بتبرمج المواقع زي الفيسبوك، اليوتيوب اللي انت تتفرج عليه، الكلام ده كله. مين اللي عامل المعادلات دي؟ الخوارزمي. ولسه كمان الذكاء الاصطناعي اللي طالع حديثا اللي الكل بيتفشخر بيه، مين اللي حط اول سلمه في حته المعادلات دي؟ قال لك والله الخوارزمي. حيث ان الخوارزميات التي طورها الخوارزميات التي طورها الخوارزمي تعد الاساس في بناء انظمه الذكاء الاصطناعي، وذلك لان الخوارزميات تمكن الالات من التعلم واتخاذ القرارات. طبعا هنا الايه؟ الشات جي بي تي بدا يتخذ قرارات وبدا يقول لك حاجات وحل مشكلات وتحليل بيانات في غمضه عين، في لحظه واحده. تخيل عالمنا الان بلا خوارزميات وبلا جبر. كيف كانت تسير العقول؟ بالله عليك تخيل معايا كده، نغمض عينينا ونتخيل ان ما كانش فيه خوارزميات وما كانش فيه علم الجبر. كان ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه يا مستر، ما كانش هيكون فيه موبايل، ما كانش هيكون فيه كمبيوتر، ما كانش هيكون فيه تلفزيونات، ما كانش هيكون فيه انترنت، ما كانش هيكون فيه تنقل اخبار الدول ما بينها وما بين بعض،
ما كانش فيه هيكون فيه اتصال سهل ما بيني وبين قرايبي واصحابي، ما كانش هيبقى فيه دول بس اللي جم في دماغي دلوقتي وانا بتكلم. تخيل لو عديناهم، كنت زمانك يا عم، كنت زمانك بتشوفني دلوقتي. يلا دي اهم حاجه بقى، تمام؟ فهنا بقول لك يا عم الحاج ان علم الجبر وعلم الخوارزميات ده علم مهم جدا جدا جدا، مش بس اهميته وفايدته ان هو يرخم عليك في الامتحان وان هو ينقصك درجات، لا 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 لا، ده الموضوع اكبر من كده، الموضوع اكبر كده. انا اقول لك ركز معايا، ان العلم لا يثمر ما لم يغدي بالاخلاق. قال لك والله ان العلم لا يثمر ما لا يغدي بالاخلاق، ولا يثمر العقل لم يرووا بالقيم. فالعلم كالسيف إن وضع في يد مصلح رفع به، وأما إن وضع في يد مخرب أهلك به شعوبا. قال لك والله العلم ده زي السيف، لو اتحط في يد مصلح ويد فعلا راجل خير وراجل كويس هيرتفع بالعلم ده. الدنيا والشعوب والأمم هترتفع بيه. زي الخوارزمي عندنا فاد الدول كلها والعالم كله بالخوارزميات وبعلم النحو اللي هو عامله. طب لو اتحطت في ايد راجل شرير، حطت في ايد راجل مخرب، راجل وحش، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى مصيرها الهلاك. هيبقى مصيرها الايه؟ الهلاك. زي يا عم الحاج ما كان بيحصل قنابل ذريه، وعلماء كانوا بيعملوا قنابل ووسائل لقتل الناس، ووسائل مش عارف قنبله ممكن تنفجر على مدار مش عارف ايه، وطياره توصل مش عارف ايه تنزل قنابل. ده كده العلم بيكون في يد مخربه، يد شخص مش كويس، يد شخص مش صالح، فده بيكون نصيبها ايه؟ الهلاك. لما بيكون في يد شخص مصلح بيكون نصيبنا ان احنا بنرتفع، انما لما بتكون في يد مخرب بيكون مصيرها الهلاك يا عم الحاج. وقال لك ونحن نعيش في عصر الذكاء الاصطناعي، وندرك ان المسار، وكلمه المسار هنا على كلمه المسار هنا يعني ايه؟ كلمه المسار يعني الطريق. وندرك ان الطريق الذي بدأه الخوارزمي كان يصل بنا الى الخير ان اخترنا ضرب النور. يعني هنا قلنا ان احنا لو احنا اخترنا ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي ده في الخير هيودينا الى ضرب وطريق النور. وضرب يعني ايه؟ ضرب يعني طريق. ولذا اخترنا به الشر وان اتبعنا ضرب ايه؟ ان اتبعنا ضرب الطغيان. وهنا الطغيان هنا يعني الظلم. الطغيان هنا يعني ايه؟ يعني الظلم. قال لك والله يا عم الحاج، قال لك والله انت هيكون قدامك نوعين. لو انت استخدمت الذكاء الاصطناعي بالخير فعلا، واستخدمته في مذاكرتك، استخدمته في تطوير نفسك، في تعليم نفسك، يفيدك، يتبعك في اسلوبك، في سلوكياتك، هتتجه الى ضرب النور. يعني ايه ضرب النور؟ طريق النور. انما بقى لو استخدمته في حاجات وحشه هيوديك الى ضرب الطغيان والظلم والهلاك. فلازم كل حاجة نكون عارفين بنستخدمها لازم نكون بنستخدمها صح. الخوارزمي لما جه يعمل علم الجبر علشان يفيد الناس كلها، علشان يفيد المجتمع كله، علشان يفيد كل الناس. فلازم حرفيا نستخدم كل حاجة علشان تودينا لطريق النور. وده كان درسنا النهاردة. أتمنى تكون استفدت من الفيديو، وأتمنى تكون فهمت الدرس ومفيش أي صعوبة فيه، وبإذن الله نتقابل في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم.